لا يخلو التاريخ المغربي من نساء رائدات وقائدات ومكافحات ضد الاستعمار والظلم، فإذا نقبت جيدا في مجلدات الذاكرة الجمعية حتما ستهتدي إلى شخصيات أمثال كنزة الأمازيغية وزينب النفيزاوية وفاطمة الفهرية وأخريات عرفن بالملك والقيادة وللزعامة وللنسك وللتصوف وكذلك للشعر، ومنابينها نيبرس اسم خرب والشتل الزيدية إحدى النساء للشهيرات للائي حظين بمكانة مميزي في المخيلة للشعبية التي توارثت بطوالتها الشفويا جيلا بعد جيل. خربوشة المرأة الريفية تعد علامة ثقافية ونضالية في المغرب خلال القرن الاثنان الصفر، فقد واجهت ظلم السلطان والقائد بالشعر، إذ كانت تنظم القصائد التي تهجوه بها في العلن لا في السر وتحشد الناس وتشجعهم ليواجهوا تسلطه وغطاسته، قبل أن يهاجم قبيلته واقتل منه عددا واسجن آخرين كانت منابينهما خربوشة التي انتهت حياتها بشكل مأساوي. قصة خربوشة الهمت الكثيرين وحركت فيهم رغبة النبش في التاريخ والتراث وأثارت اهتمام كتاب السيناريو، فأنجز عنها فيلم سينمائي تحت العنوان نفسه خربوشة من تأليف مشترك للأخوين عبد الباسط وخالد الخضري وإخراج حميد الزغي، إضافة إلى عدد من المسرحيات. شهرة خربوشة اشتهرت خربوشة بأسماء أخرى حدة وحويدة، وبأنها امرأة مغربية تنحدر من قبيلة أولاد زيد، عاشت في أواخر القرن ال11 في منطقة عبدة، واختلفت المصادر في وصف شكلها، فبين من رجح أنها لم تكن ذات جمال وأن وجهها كان يحمل ندوبا من آثر مرض الجدري، وهو ما يرجع إليه وصفها بخربوشة. وذهب آخرون إلى أن الأسماء التي كانت تطلق عليها لكريدة صاحبة لشعر الأجعد، زروالة صاحبة العينين الازرقوتين، توحي بأنها جمالها كان أخاذا. الشهرة الحقيقية لخربوشة لم تكن في شكلها ولا نسبها، بل كانت في قصتها كامرأة كسرت كل الحواجز والأعراف في تلك الحقبة الذكورية بامتياز، وبقدرتها على نقش اسمها في الذاكرة الجماعية المغربية رغم شح الدراسات التاريخية والكتابة الفنية التي تعنى بالحضارة، فقوتها الحقيقية تكمن في خلود اسمها في للتراث الشفوي المغربي.